ذكرها بعض أهل العلم تسمحون لي يقولون لماذا خلق الله المرأة من ضلع الرجل؟ يعني الله ما خلقها من التراب كما خلق آدم من طين لازب، نعم، جمع من الأرض كلها ثم بعد أن عجن ثم صار طين ثم يبس حتى صار كالفخار. هل خلط هذا ثم لما خلق من ضلعه هو منه هو وخلق منها زوجها؟ لماذا؟ ولا وين خلقها منه؟ من أعوج ضلع في آدم. نعم. هذا الضلع الأعلى لو واحد منا يقدر يجبره ما يقدر يجبره. الله مزينه يومها أعوج، صح. عواجة هالضلع اللي فوق هذا هو جماله. ولذلك المرأة خلقت من ضلعك الأعوج وهي منك. ليه؟ عشان تصبر على نفسك. ترى ما أنت بتصبر عليها إذا زعلت، أنت تصبر على نفسك لأن الضلع ضلعك والعواجة فيك. لا نصل والعواجة فيك أنت، ما هو فيها. ترى ضلع ذي عوجا يا شيخ، أنت ضلعك يلا ضلعك اللي أخذت المرأة منه. ثانيا قال إن ذهبت تقيمها كسرتها. نعم. يعني يقول عوجة. طيب وش بتسوي في العوجة؟ الله خلقها هكذا كذا. شفتوا حرات واحد مركب على حراته رفرف ددسن ولا صدام قلابي يحط عليه صدام هايلكس يا شيخ، ما يمكن، او نسافة قلابي تغطي الموتر. انت قاعد تلعب في خلق الله. الله خلقها عوجاء حتى يخرج الكرماء من الأمة. أعظم الرجال كرم أصبرهم على أهله. وقال الحبيب خيركم لآله. أفضل رجل ترى صلاة الظالم من الرجال صلاته وقيامه وصدقته وإكرامه وتويل الليل ويحج ويعتمر، كلها للمرأة المظلومة إن ظلمها فصبرت. ليه؟ لأنها عوان عندكم، أسيرة ساكينة. نار وغار، ان رفعت الراس طقها الغار وقعدت تحت الغار كلها النار، ما تدري وش الوعي لها، تاخذ ابنائها ولا تذهب. يقولون من الدعابات رجل في مكة خذ زوجته يطوف وجو في الملتزم اللي خلف الحجر الأسود ودون الباب، ورافع يديه ويقول الله يا ربي ارزقني. قالت له انت تبي الرزق، اشغلتني بالرزق، الله معطينا. قال لها والله ان الله رزقني، والله اني يجي مع الثلاث مو بوحده. قالت وخر يا رب ارزقه طول العمر وطول الفقر. الله يرزقك طول، هي تحبه بس ما تبيه يموت وهي قاعد فقير دام الغنى. ولذلك عدم امان المرأة كل يوم مروغ قلبها، والله ان منتي بالتالي، والله يا أخي الحبيب التعدد انت عددت هذا عقبته عقوبة وبعضهم أبخص بنفسه منزوع الدسم، هو ما حوله عرس ولا معرس ما يتزوج. سواليف الواجد اللي لكنه طرد الرحمة والفرحة والأمان. وترى الأمان في البيت مثل ما قال أخوي، أمان البيت وقيادة الرجل للأبناء وتقسيم الصلاحيات مثل ما تكرم أبو سيف الله يحفظه، تقسيم الصلاحيات الدبرة اللي هذه تجعل الحياة سعيدة.